كل شيء تحب تلبسه يكون لي معنى. الآنسة رجوة السيف ووالدتها عزة الزديري يكرمون التراث السعودي في ليلة الحناء. الفن والقط العسيري أدرج في منظمة الثقافة لليونسكو. أول حاجة جاني تليفون من واحدة صديقتي قالت لي أنا بدي أرشح اسمك عشان تعملي فستان الآنسة رجوة. طبعا كنت طايرة من الفرح. قلت لها أكيد يسعدني إنه أنا أكون ضمن هذا الحدث التاريخي، وإنه أنا أشارك فرحة السعودية وفرحة الأردن في هذه المناسبة السعيدة. بعدها بشوية جاني اتصال من السيدة عزة الزديري والدتها اللي أنا أكن لها كل المحبة والاحترام. وهون بدأ العمل على تصميم فستان الآنسة رجوة السيف لحفل الحناء قبل زفافها المنتظر من الأمير الحسين بن عبد الله. وخطفت الأنظار بجمالها ورقيها، ورجوة كانت حريصة من خلال هالفستان إنها تكرم تراثها السعودي. فالفستان اللي صممته المصممة السعودية هنيدة الصريفي هو ثوب نجدي مليء بالتفاصيل اللي بتدل على ثقافة السعودية ممزوج بالثقافة الأردنية بشكل مودرن. الآنسة رجوة تهتم بكل التفاصيل ويهمها إنه يكون لها معنى. هي جدا تهتم بالتفاصيل، وإنسانة تهتم بالمعاني اللي موجودة في داخل هذه التفاصيل. كل شيء تحب تلبسه يكون لي معنى. كان زي ما تقولي محاطة بحب الجميع في ليلة الحناء. وهنيدة تحدثت في أكثر من لقاء عن تفاصيل الفستان والتصميم، لكن اللي بتكشفه حصرياً لإيتي بالعربي هو مصممة الحلق اللي ارتدته رجوة بهاليوم. اللي عمل لها الحلق اللي كانت لبسته السيدة عفرة الزديري وهي خالتها. طبعاً أكيد في كثير من الذكريات تجمعهم، وكان الحلق جداً ناعم، يعني كانت تفاصيله بسيطة، ولونه من الألماس الأصفر اللي هو يعكس اللون الذهبي والأبيض في الفستان. ومش بس رجوة بتهتم بالتفاصيل وتكريم بلدها من خلال اللباس، أيضاً والدتها السيدة عزة الزديري كانت مهتمة جداً إنها تلبس شيء من التراث السعودي. الرحلة برضو مع السيدة عزة في تصميم فستانها رحلة جميلة جداً. الأفكار اللي ادتني هي كانت أفكار كافية إنه أنا أطلع بقطعة جميلة تماشي وتواكب أهمية الحدث. كانت مهتمة إنه يكون من منطقة الجنوب في المملكة العربية السعودية عندنا، حابة إنها تحمل رسالة من السعودية وتبين أهمية وجمال التراث السعودي عندنا. ومن هون بلشت هنيدة تشتغل على هالتصميم. وبما أنه من المعروف أنه اللون الأساسي بالمنطقة الجنوبية بالسعودية هو الأسود، اختارت أنه زي والدة العروس يكون باللون الأزرق البترولي. لبست الأبيض طي على طي. أنا حبيت طبعاً إنه أنا أخذ درجة من الدرجات للألوان الغامقة، بحيث إنه هي تبرز ألوان بشرتها وتتماشى معها وتكون قريبة إلى الألوان الغامقة. فاخترت اللون الأزرق البترولي بداية، وهذه كانت نقطة الانطلاق. وحسب طلب السيدة عزة صممت هنيدة الزي الجنوبي بتصميم عصري، فالتصميم اللي لبسته مستوحى من فن القط العسيري والمستخدم بالبيبان والجدران. وطبعا زي ما هو معروف الفن والقط العسيري أدرج في منظمة الثقافة لليونسكو اللي تهتم بإبراز وتأريخ الجمال والثقافات المختلفة من جميع مناطق العالم. والتصميم كان من قماشة الكراب ومؤلف من قطعتين. القطعة الأولى هو الثوب الداخلي المعروف بالمجنب، وفوقه كوت كله مشغول بخيوط الكنتيل الملونة. الأشكال الهندسية لها أسماء مميزة جدا في القط العسيري. في الركون، وهو الشكل حق المثلثات اللي ممكن يكون بأحجام مختلفة، ولما طبعا يجي بهذه الرسومات والنقوشات المختلفة يعطيكي منظر جميل جدا. الأمشاط اللي بتكون خطوط طولية
بتيجي إما تطلع من الأسفل إلى الأعلى أو العكس، وبتكون موجودة عادة في الأجناب، وأنا استعملتها على الأجناب في الثوب الداخلي، كذلك على الجاكيت اللي من برا في الأطراف من تحت. ولأنه في تفاصيل كثيرة فطبيعي أنه ياخذ وقت كثير لتنفيذه، فتم الشغل عليه لحوالي الشهرين. أخذ حوالي 560 ساعة من العمل المتواصل، يعني حوالي شهر ونص إلى شهرين. يعني إحنا الحقيقة عندي فريق عمل ممتاز، أفتخر وأعتز إنه هو بيشتغل معايا، كان يعمل بطريقة متواصلة متوانية، ما لم يكل ولم يمل إنه هو يطلع النتيجة الجميلة اللي شفناها في زي السيدة عزة.